في الفيديو ده انا طالع اتكلم معاك من غير تمثيل ومن غير تزويق في الكلام. انا النهارده طالع اتكلم عن لحظات تعبي وعن محاولاتي في اليوتيوب وانشاء محتوى هذا. قبل ما تحضر 50 الشاي انا عايزك تنزل تشترك في القناه وتثبت وجودك وتعمل اللايك الرايق يا رايق. ليتس جو. السلام عليكم. مبدئيا مش جاي اضحك عليك ولا اقول لك ان صناعه المحتوى دي سهله، بس انا عايز اعرفك ان انا تعبت في قناتي، تعبت في المحتوى، تعبت في التفكير والتصوير والمونتاج. سهرت ليالي وانا بدور على فكره تشد الناس، تلمس قلوبهم وتخليهم يقولوا ده كلامه يخصنا. وانا هنا بتكلم عن محتواي البسيط اللي بحاول فيه افهمكم واطور فيه من نفسيتكم، ومش بعمل محتوى واو يعني. عملت كل حاجه صح، من صورة مصغرة جذابة لعناوين فيها كلمات مفتاحية، فيديوهات قصيرة طويلة شورتس، جربت الترند وجربت الكلام من القلب، لكن النتيجة الفيديوهات مش بتوصل. خلي بالك اللي أنا لسه بقولهولك ده مش معناه إنه غلط، ده الصح. والمشكلة مش في المشاهدات بس الغريب إن كل فيديو وراه قصة، وراه تعب، وراه ليل طويل. وناس كتير بتستسهل وتقول إن اليوتيوب سهل، بس الحقيقة هو بحر، ولو ما كنتش عارف تعوم صدقني هتغرق يا صاحبي. بس طب انزل كده قول لي قلت كام كلمة بس في الفيديو في الكومنت، ومتنساش اللايك الرايق يا رايق. نرجع لموضوعنا وايه اللي خلاني اطلع اقول لكم الكلام ده. يمكن في حد فيكم هيمر بنفس اللي مريت بيه، يمكن حد فيكم على وشك يسيب حلمه لانه مش شايف نتيجة. فخليني اقول لك ايوه انا تعبت، بس مش هقف، وهفضل مكمل لحد ما صوتي يدخل جوه قلبك برغم الإحباطات والضغط النفسي. كل يوم بفكر أبدأ من جديد، يمكن الفيديو اللي جاي هو اللي هيغير كل حاجة. فأنت لو شايف تعب وشايف شغل وشايف اللي أنا بقدمه يستاهل الدعم، دوس لايك واعمل شير وخليني أكمل الطريق وأنا شايف حد بيسمعني. شكرا لكل حد لسه موجود معايا. سلام عليكم.